نفسِك تعملي حاجة حلوة وما تاخدش منِّك وقت، وكمان يبقى طعمها خطير وتبهري بيها كل اللي ياكلها، حاجة كده mix كده خطير، ما تيجي نشوف الجمال ده عملناه إزاي. لو كنتِ أول مرة تشوفيني، أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدًا وبسيطة وكمان خطيرة. هاتي لفة الجلاش اللي مركونة عندِك في الفريزر بقى لها أسبوعين، طلعيها كده وابدئي كده قطعيها شرايح رفيعة بالشكل ده. يعني لو لفة جلاش ومش عارفة تعملي بيها ايه، هتعملي بيها احلى حلويات. هتجيبي بقى صينية او بايركس اللي متوفر عندك وشوية سمنة، وهندهن بقى البايركس عندنا بالمادة الدهنية بتاعتنا بالشكل ده، وهنزل بقى بالشرايح اللي احنا قطعناها كده بتاعة الجلاش بطبقة كده متساوية، وهنطور عليها السمنة بالشكل ده. يعني مش هخليها تشرب مادة دهنية مني كتير، بحيث ان هي لما اجي ادخلها الفرن تاخد كلها لون واحد، يعني عايزاها تاخد لون جولد كده. خلصنا كل الطبقات بالشكل ده، دخلتها فرن ساخن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وبعالي بقى نحضر أحلى صوص هتشربيه بيها. لتر من اللبن، عليهم باكوين كريم كراميل، هندوبهم بقى كويس جدا، وهحط معلقة بس من السكر، وهرفعهم على النار، وأول ما يغلي بقى هروح ركناه على جنب. وبكده بيبقى كريم الكراميل بتاعي جاهز، وعندي صينية الجلاش خدت لون ذهبي خطير بالشكل ده. هاخد بس نص كوباية كده من الشربات التقيل كان عندي، بدأت ان انا عملنا مع بعض كتير في الحلويات، شربت بيه الجلاش ونزلت عليه كده بسوداني مجروش او مكسرات اي نوع عندك انتي حباه، وبعد كده نزلنا بالكريم كراميل بعد ما هدى شوية. بدأت ان انا اجرنشه كده بالمكسرات او بالفول السوداني اللي احنا طحنينه، وبودرة الكريم كراميل معاها صوص الكراميل. عملت كده خطوط من النص كده، ادتها طعم حلو قوي. ابدأي بقى قطعيها، سيبيها بقى دخليها التلاجة كده نص ساعة وطلعيها. مش قادرة أقولك على الجمال والميكس بقى بين الجلاش والكريم كراميل وبين المكسرات، حاجة كده تحفة تجنن. كل اللي هيدوقها من ايدك هيقولك تسلم ايدك. ولو عجبك وصفاتنا النهاردة، ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. بحبكم جدا، أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم.